السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال مستقبلا، وان شاء الله نتمنى دائما نفيدكم بشي حاجة اللي هي مهمة ومشروع جديد، وفي نفس الوقت نصائح مهمة. شكرا لكم جزيلا، بارك الله فيكم. ان شاء الله اليوم فيديو جديد، مشروع جديد اللي هو مشروع جد رائع مستقبلا، او لا مشروع ماشي جديد، مشروع ديجا كاين قديم والناس اللي عارفينه دائما خدامين فيه، ونفس الوقت مشروع اللي ما غاديش انسان يخدم في توقيت واحد ولا هذا، ولكن مشروع اللي هو كيبقى خدام من الصباح حتى الليل وفي طريقة مختلفة. في الصباح في طريقة في شكل، وفي الغداء في طريقة في شكل، وفي العشية طريقة أخرى. الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا، عليكم إلا تتبعوا معنا الفيديو من البداية إلى النهاية إن شاء الله، وتشجعونا بواحد اللايك والاشتراك في القناة المشترك في القناة باش نعطيكم إن شاء الله جميع الدروس. هذا المشروع هذا الإخوان بكل اختصار غادي نحاولوا نعطيكم فيهم ان شاء الله نعطيكم كفكره ولا كمشروع اللي هو ديجا كاين، والطريقه من النصائح اللي هما مهمه في هذا المشروع هذا. ولكن ان شاء الله الا بغيتوا مازال نزيدوا نعطيكم فكره اخرى على هذا المشروع، او ارباح لهذا المشروع، او كيفاش غتبدا هذا المشروع. ممكن ان شاء الله خليوا لنا في التعليق ديالكم ان شاء الله، وغادي نجاوبكم جميع التعاليق كنجاوبوهم ان شاء الله، سواء في الفيديو او لا سواء في التعاليق مباشرة. مشروع اللي هو الاخوان رائع، مشروع اللي هو شعبي 100%، سواء بالنسبة للمغاربة شعبي 100%. اي بلاصة كنلقى فيها قهوة فيها الفطور في الصباح، وفي الغداء كيدير الماكل كيدير الطواجن، التقلية، العدس، الكرعين. في العشية كيمشي طبية أخرى ولا مرحلة أخرى، كيعاود يدير مثلا كاسكروطات الحريرة مثلا في العشية. كاسكروطات كيبدل من الصباح للعشية، كيبدل بثلاثة الخطوات تقريبا. في الصباح كيدير لك فطورات، وفي الغداء كيدير لك شي حاجة كتتعلق بالغداء، شي حاجة اللي تسكن في الغداء. وفي العشية كيحول عاوتاني كيدير كاسكروطات، كيعاود يزيد حوايج اخرين. هذا المشروع الاخوان، ونفس الوقت الارباح ديالو زينه تبارك الله ما شاء الله، ونفس الوقت طريقه باش غادي يشتغلوا باش غادي تشتغل في هذا المشروع هذا طريقه رائعه. ونفس الوقت كتبدل، ماشي كتبقى تبيع داكشي اللي كتبيع من الصباح كتبقى تسنى يجي واحد يتغدى به، ولا كتغدى ولا داكشي اللي غتصوب في الغداء تسنى واحد غادي يفطر به ولا شي حاجه. لا العكس، كل التوقيت عنده حاجه ديالها. الصباح عندك الحوايج ديال الصباح بوحدهم، والغداء عندك حوايج اخرى، وفي العشيه عندك حوايج اخرى اللي هما مختلفين. الصباح ممكن انك دير الحريره، ممكن انك دير الحسوه، ممكن انك دير البصاره، اتاي، البيض، فطورات، فرماج، داكشي كامل اللي كتعلق في الصباح. عندك من 4 الصباح 5 6 على حسب انت الجهد اللي قدرتي تخدم، منه. من 4 من 5 6 الوقت كامل، خصوصا في هذا الوقت دابا ديال البرد. مشروع رائع، ونفس الوقت في فكرة ممتازة. كتبقى خدام حتى العشرة كتبدل المرحلة، كتولي كتوجه للغدا، طويجنات، كوارع ديال السرديل، سميتو التقلية، الكرعين، طاجين الدجاج، اللحم. كتختلف من الصباح للعشية، ونفس الوقت كتبقى دائما غادي مع النهار كواله. كتفوت الوقت ديال الغداء بين 4 حتى كتسالي الوقت ديال الغداء تقريبا من 4 حتى ل 5. كتكمل ديك المرحله، كتزيد المرحله اخرى اللي هي اللي هي العشاء او لا كاسكروطات. اغلبيه كتعاود دير شي سندويشات، شوايه، السندويشات كاين اللي كيديرهم بالدجاج، كاين اللي كيديرهم بالقزبان، كاين اللي كيديرهم بالطون ولا اومليت ولا بالسندويش. المهم الطريقه ديال السندويشات كيعطى الله، الطرق ديال السندويشات كيفاش غادي يمكن تكمل في العشيه، تكمل ذاك النهار ديالك. فكره عن الاخوان اللي هي كاينه ماشي اول مره، كاينه ديجا قديمه، ولكن طريقه ديال العمل ديال هذا المشروع هذا ولا هذا المشروع هذا فكره اللي هي ممتازه. خاصها غير العوين، خاصها الخدمه، خاصها الاراده والتشجيع. هذه هي اللي خاصها في هذا المشروع هذا. المشروع اللي هو معتبر، مشروع اللي هو ناجح 100%، سواء في 2000، سواء في 1999، سواء في 2010، سواء في 2020، سواء من حتى 2030.
كيبقى هذا المشروع اساسي من الحوايج اللي هما اساسيين في المشاريع ديال بالنسبه غير شنو خاصك الخدمه الرزانه ديال الخدمه ديال الصح واللي يخدم معاك واللي يعاونك. مشروع جد رائع في نفس الوقت ما كيحتاجش يعني واحد المجهود فيه العمل ضروري. اي حاجه ما فيهاش اللي ما درتيش اما خدمتيش ما غاديش تودي ما غاديش خدمتيش ما تصورش. المجهود بالنسبه لراس المال اللي ما فيش يعني شي راس المال كبير، راس المال ديالو يعني تقريبا محدود، واحد السقف ماشي بزاف يعني، ونفس الوقت الارباح ديالو زينه تبارك الله يعني ماشي بحال يعني مشتقات الحليب ولا الحوايج اخرى ولا المواد الغذائيه ولا يعني كتبيع كل واحد كيبيع الثمن ديالو. ممكن انك تمشي لاي بلاصه كيبيع حاطين الناس طواجن حاطين في القهاوي، ممكن واحد تلقاه داير الطاجين ديال 35 درهم مثلا. انا كنهضر على ماكسيمو ديال واحد المويان، ممكن تلقى ماكسيمو يعني طاجين كبير 70 درهم ماكسيمو. تحول تنتقل لقهوه اخرى تلقى مثلا 90 درهم، تنتقل لواحده اخرى تلقى ب 50 درهم. يعني هنا كاين الفرق يعني بين كل واحد وهو، كل واحد كيبيع على حسب السيكتور اللي هو فيه، ولا على حسب العمل اللي كيتقنو، وعلى حسب الخدمه كيفاش كيخدم. يعني هنا كاين الفرق بين كل واحد، يعني ماشي واحد الحاجه اللي هي باينه واضحه بالضبط. يعني شحال كتاخذ باكيت السكر كناخذ قد القد، يعني ما فيها زياده نهائيا. هذا اللي يعني مشروع اللي هو ناجح الاخوان، ونفس الوقت الارباح ديالو اللي هي طالعه ما شاء الله. الله ييسر الامور للجميع. تصوروا معايا داك الطاجين شحال باش كيتقام، تصوروا معايا الفصيل ديال العدس شحال باش كيتقام، تصوروا معايا جبانه ديال البيطره شحال باش كتقام، تصوروا معايا برته تاي شحال باش كيتقام، تصوروا معايا مقراج ديال تاي شحال باش كيتقام. ونفس الوقت يعني كل حاجه كتباع بحاجتها، كل حاجه كتباع بوقتها، كل حاجه كتباع بالثمن ديالها، كل حاجه عندها الميزه ديالها وعندها القيمه ديالها. هذا المشروع هذا ان شاء الله الا بغيتو يعني مشروع نعطيكم فيه ما اكثر في موضوع اخر ان شاء الله، في فيديو اخر ان شاء الله غادي نحاولوا نعطيكم يعني الارباح ديالو ولا كيفاش يمكن لك تبدا هذا المشروع. هذه فكره فقط على مشروع، وان شاء الله مستقبلا غنعطيكم ان شاء الله فكره كيفاش غتبدا هذا المشروع من الف الى الياء، ونفس الوقت الارباح ديالو اللي يمكن لنا نستافدوا من هذا المشروع. المشروع ما كيتعداش واحد انسان، يعني تخدم معك واحد 4 الاشخاص ولا 5 الاشخاص ونفس الوقت غادي يبقى خدام. كاين كيبقى خدام صونزار يعني كيخدم بالليل وبالنهار، يعني كيبقى خدام تبارك الله. يعني هذا سميتو وباغي هذا المشروع هذا باغي بلاصه اللي هي ممتازه، يعني بحال شي حدا سويقات بحال شي بلاصه اللي هي من الرواج. انا هادشي كامل فاش كنهضروا عليه كنهضروا دابا ضروري بالنسبه ناخذوا بلاصه اللي كيكون فيها الرواج. الحركه اللي ما كانتش الحركه في هذا المشروع ما كاين والو. المشروع ضروري خصو يكون فيه يعني الحركه، خصك التحرك. كانت الحركه كانت المدخول وكانت الرواج كاين راه غتصور فيه ارباح كبيره. اخوان الفكره يكون وصلت، نتمنى لكم تحيه طيبه، ما تنسونوش واحد اللايك والاشتراك في القناه، وتحياتي لكم جميعا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.